أن الاجتماع الذي دار بين الدولة الروسية والدولة السورية والدولة الإيرانية هو اجتماع ضد الإدارة الذاتية شرق وشمال سوريا. أن الإدارة الذاتية شرق وشمال سوريا هي من حرر الرجس الإرهابي الداعشي في الشمال السوري بمساعدة التحالف الدولي، ونحن كشيوخ ووجهاء ندين أي تدخل أجنبي أو عدوان أجنبي على الأرض السورية. إن سوريا لكل السوريين، إن كان من دمشق له حق في الأرض السورية، وإن كان من محافظة الرقة أو من جميع المحافظة السورية له حق في الأراضي السورية. شيوخ ووجهاء ندين أي تدخل من أي دولة أجنبية على الأرض السورية. نحن السوريين نحل مشاكل الدولة السورية بعضنا لبعضنا، والحوار مفتوح مع الدولة السورية. الحوار مفتوح بينهم لأي حل سياسي أو عسكري في جميع لحقوق أهلنا في الدولة السورية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا نحن هنا كشيوخ ووجهاء عشائر في محافظة الرقة أو مقاطعة الرقة نستنكر هذا الاجتماع الذي حصل بين العدوان التركي والحكومة السورية، لأن هذا الاجتماع ليس في مصلحة الشعب السوري، فالشعب السوري كله واحد والأراضي السورية كلها واحدة، وهو ضد الشعب السوري قولا واحدا. أين ذهبت الدماء السورية؟ أين ذهبت الشعب السوري؟ كلهم لاجئون الآن في جميع بقاع الأرض وليس هنا، والشعب السوري كله مشتت. الآن نحن نتكلم عن اللاجئين في المخيمات السورية، ماذا حصل لهم؟ أين الحكومة السورية من هذا الكلام؟ في وقت كان العدوان التركي قد أخذ كل شيء تملكه هذه الأرض السورية من مصانع، من أرواح، من أملاك سورية، لقد قضى الأرض السورية كاملة، والآن يضع يده في يد الحكومة السورية ضد الشعب السوري قولا واحدا. نحن كشيوخ ووجهاء عشائر سورية لا نقبل ولا نرضى هذا الكلام قولا واحدا، وليس في مصلحة الشعب السوري. نتكلم عن الجرائم التي حصلت، عن القتل الذي حصل، عن التعذيب في السجون، في المعتقلات، في شبابنا، في اغتصاب النساء والأولاد، وكل شيء حصل. فبعد هذا كل شيء الآن تأتي الحكومة السورية وأردوغان تضع يدها في يد واحد. الاثنين هم عدوان للشعب السوري قولا واحدا. سوريا أكيد العدوان التركي هذا كله لما حصل هذا الاجتماع هذا من أجل شمال وشرق سوريا قولا واحدا. هم لا يريدون الإدارة الذاتية، لا يريدون الديمقراطية، لا يريدون أخوة الشعوب، لا يريدون حرية المرأة، فهذا كله ضد الشمال والشرق سوريا. نحن كوجهاء وشيوخ عشائر منطقة شمال وشرق سوريا لا نرضى قولا واحدا بهذا الكلام.